عربية ماشية في أمان الله قابلت في وشها عربية جاية عكسها وقفوا كل الطريق، وده مفهوم عندنا في الأوبريتنج سيستمز اسمه ديدلوك. وده بيقول لك لو عندي بروسيس معينة مرتبطة بالريسورس عشان تنفذ أمر معين، وفي نفس الوقت في بروسيس تاني مرتبطة بالريسورس تاني، وفي نص التنفيذ اكتشفت إنها عايزة ترتبط مع الريسورس 1 عشان تكمل، وكذلك البروسيس الأولى، بس مش هينفع لأن كل واحدة فيهم اوريدي مرتبطة بالريسورس من البداية، ومش هينفع إنهم يتخلوا عن الريسورس القديمة لأن ده معناه إن العملية هتنتهي، فالعمليتين هيفضلوا واقفين ومفيش أي تنفيذ. وعشان يحصل لازم يتوفر 4 شروط. 1. ميوتشال اكسكلوجن، ما ينفعش بروسيس تدخل مع بروسيس تانية في ريسورس واحد في نفس الوقت. 2. هولد اند ويت، لو في بروسيس ماسكه ريسورسز وهي بتتنفذ طلبت ريسورس تاني بس ماسكاه بروسيس تانية. 3. نو بريمشن، ما ينفعش الاو اس تسحب ريسورس من بروسيس معينه وتسلمها لبروسيس تانية طلبتها. 4. سيركلر ويت، لو في بروسيس 1 ماسكه ريسورس 1 وكذلك بروسيس 2 ماسكه ريسورس 2، واثناء التنفيذ بروسيس 1 بتطلب ريسورس 2 وبروسيس 2 بتطلب ريسورس 1، فهيفضلوا كده في حلقه مستنيين بعض. لو مهتم تعرف ازاي الاوبريتنج سيستم بيتعامل مع الديدلوك ويحل المشاكل دي، اكتب كومنت بكلمه ديدلوك.